لكل اللي عايز يبقى مدرب لغة إنجليزية محترف، دلوقتي هتقدر تعرف أهم المعلومات عن كورس التفل مع مستر عمر الحصري. إيه الفرق بين كورس التفل المخصص لتدريس الأطفال أو المخصص لتدريس الكبار؟ الفرق ما بينهم هو إن أنا يمكن التكنيكس شوية أو الابروتشز اللي أنا هدرسها في التفل بتاع اليونج ليرنرز هتبقى مختلفة شوية عن الأدلتس. يعني مثلا هقول له إزاي يتعامل مع طلبة في العمر ده، الفئة العمرية دي هتتعامل معها إزاي، أكيد هتبقى مش بنفس الطريقة اللي هتعامل معها مع حد في الجامعة مثلا. لو الأطفال مثلا معينة، الأطفال في سن معين، الكلاس روم مانجمنت في الكلاس اللي فيه كيدز او يونج ليرنرز مختلفه خالص عن الكلاس روم مانجمنت اللي فيها ادلتس. يمكن دي الحاجات اللي بنركز عليها اكتر في التافل يونج ليرنرز، هي الكلاس روم مانجمنت، شويه يعني تيتشنج تكنيكس برضو بنركز عليها، ازاي اوصل المعلومه للفئه العمريه دي وايه التكنيكس اللي اتعامل بيها. لان في الادلتس في طرق تانية خالص مختلفه عن اليونج ليرنرز اقدر اوصل بيها المعلومه. إزاي بيتم تقييم المتدرب في كورس التفل؟ الاسسمنت في التفل بيكون عن طريق حاجتين. اول حاجه عن طريق الديموز او التي بيز اللي بنقول عليها، اللي هي التيتشنج براكتس، ان انت بتتعلم حاجه، بتاخد انبوت سيشن معينه، بتتعلم ازاي تدرس حاجه معينه، فبتعمل ديمو او حاجه اسمها تيتشنج براكتس او تي بي. ممكن يكون قدام طلبه حقيقيين، ممكن يكون قدام ترينيز تانيين، وبتاخد فيدباك من التيوتر. دي طريقه بنعمل بيها اسسمنت. في طريقة تانية ممكن نعمل بيها assessment، وهي ان انت بتشتغل على او بيطلب منك انك تعمل assignments، ابحاث معينة، بيطلب منك انك تعمل observation و peer correction او peer feedback وهكذا. فيعتبر mainly طرق الاسسمنت عبارة عن حاجتين، هما الassignments والتي بيز. يا ترى ازاي اقدر احقق تقدير امتياز في نهاية الكورس؟ بحث ايه it's not impossible. يعني بحث ايه حاجة تقدير كبير محتاج منك ايه؟ lesson planning. انا دايما بقول lesson planning هو اللي بيفرقني انا كتيوتر، الكانديديت ده شاطر، الكانديديت ده بيشتغل على الفيدباك، الكانديديت ده منظم واورجنايزد في شغله ولا لا. وممكن كمان من الليسن بلان بس بتاعتك لما ابص عليها اعرف انت هتعدي من التي بي ده ولا لا. فالليسن بلاننج مهمه جدا جدا جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه اشتغل على الفيدباك بتاع التيوتر، دي تاني حاجه بنصح بيها. تالت حاجه do not improvise، ما ترتجلش. يعني التيوتر بيقول لك اعمل 1 2 3، ما تجيش في الكلاس تعمل 3 2 1، اعمل 1 2 3 نفس التيوتر قال لك عليه اعمله. ليه؟ لان هو عنده نظره معينه، محتاج يتست حاجه معينه، فهو عايزك تعملها بالظبط زي ما هو قال لك تعملها. استخدم الريسورسز دي، استخدم الكتاب ده، ما تعملش ده، اعمل ده، اعمل اللي هو بيقول لك عليه بالظبط، علشان هيدي لك فيدباك على ده بالظبط. ليه؟ لان هو عارف انت الويك اريا بتاعتك فين، فبيديك حاجه معينه عشان يتست بيها الويك اريا دي، يشوفك انت اشتغلت عليها ولا لا. فدو نوت امبروفايز، انت كده فتحت باب تاني لويك ارياز تانيين. فلا، اشتغل على حاجه اللي التيوتر بيقول لك عليها بالظبط عشان تاخد الفيدباك مظبوط. ودو نوت امبروفايز. ده كان لقائنا مع مستر عمر الحصري. للحجز والاستفسار عن كورس التفل ابعتوا لنا وهنرد عليكم بكل التفاصيل. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.